قراركم بتسليمه غلط. أقترح عليكم أنكم مازال الوقت ما فاتش، أنكم أنه المنصف المرزوقي الرئيس المؤقت ما يصححش على قرار التسليم، لأن الموضوع هذا باش يبقى لنا سبه في تونس، انه يجونا السياسيين لاجئين هاربين نسلموهم. وعدت ونصور باش يصير فهمت في اقرب وقت هيبه، لا هيبه 100 مليون دولار. هذيك صفقه عاد، هذيك صفقه تمت مقابل تسليم البغدادي المحمودي. ممكن تزامنت مع بعضها بالضبط. صفقه ظهرت للملاحظين الكل، فهموا انها صفقه، والمحامي نتاع البغدادي المحمودي كشف. البغدادي المحمودي كان يحب يمشي للجزائر، وفي الاول اعتقل انه دخل بدون رخصه، وهو ما يحتاج رخصه لانه الليبي والتونسي يدخلوا بدون تاشيره. فطالما المحكمه حكمت انه هذا مش سبب لايقافه، كان يسع حكومتنا ان تخليه يمشي يروحوا ويمشي للجزائر. اما توا ناخذوه ونسلموه. السياسه فيهاش انسانيه، فيهاش مبادئ ساعات. واذ اؤكد اننا جميعا نحن كل التوانسه نحبوا علاقه طيبه بليبيا، بس نحن نعرف ان اخواننا في ليبيا ما يحبوش يحسسونا في تونس ان نحن جمهوريه موز، يعني لا كرامة لها ولا سيادة. مش باهي اخوتنا الليبيين هم ذاتهم مش من صالحهم ان الاحساس هذا يكون عند التوانسه، لان هذا الاحساس مش عند التوانسه يعقد قيام علاقات. والسياسه بصوره عامه ما تمشيش مع القيم بصوره عامه، تمشي مع المصلحه. اخلاق ساعات قليل فيها السياسه. القيم ممكن ما نقولش متعارضين ولا متضادين، اما بعد على بعض. لما واحد يلجأ الينا ما نسلموش سياسي، لا سياسي من سلم. بالنسبة لنا في تونس الموقف اللي أخذته الحكومة أيضا موقف خاطئ، وينبغي أن يتم التراجع فيه. هذا رأي نقوله بكل صراحة، وأقوله كنصيحة، وأرجو من الدكتور منصف المرزوقي الرئيس المؤقت للجمهورية التونسية ألا يوقع ولا يمضي على قرار التسليم، لأن إمضاء شرط للتسليم، خاصة أن منظمة العفو الدولية اللي لطالما وقفت مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تونس طلبت من الحكومة التونسية ألا تسلم حاجة. هالطرناطة مشاكل وتحديات وضغوطات اللي ذكرتها لك، مشي ضحية الحاجة نتاعنا باش نجبهوه فهمتني؟ لا مش بالضرورة ضحية، أنت مصالح. نرجع لك الكلمة، هو متورط هذا ما يمنعش، ومن حق الشعب الليبي أنه يسترجع الناس اللي يشوفهم رموز للإجراء. اللي قلت لك بكري، ولكن السياسة الحقيقية هي السياسة اللي تبنى على المصالح. هذيك هي السياسة. واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ هذا كلام ربنا عز وجل.